السلام عليكم، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا بقى، طبعا حماتي قالت لو البطيخه طلعت مسخه او طلعت قرعه اقول لك على طريقه حلوه جدا نقدر نعملها بيها. بصوا بقى، البطيخه طبعا انا رحت جبتها واشتريتها يعني، واتضحك عليا فيها وطلعت مسخه جدا جدا، اكنك بتاكلي بالظبط خيار، يعني خيار خيار. بصوا يا حمرا ازاي، يعني هو شقال وفتحها لي وقال لي دي دوقيها. طبعا قلت له لا انا صايمه وكده، فراح قال لي طب خلاص اهي حمرا، خدتها على اساس ان هي حمرا بقى وهتبقى مسكره وحلوه، طلعت مسخه جدا زي الخيار بالظبط. وكانت طبعا اليوم ده حماتي عندي بقى ما اقولكوش يعني، فضحتني وقعدت تقول لي بقى يا موكوسه والراجل ضحك عليك واداك بطيخه قرعه ب 35 جنيه. فالبطيخ الايام ديت بشاير طبعا. إيه، يعني لسه محلوش زي ما بيقولوا يعني. بص البطيخه عامله ازاي، ابيض في احمر يعني، مش اللي هو الحمار اللي هو. فطبعا هنعمل ايه، نروح نتخانق مع الراجل ولا نرميها؟ قالت لك لا، تعالى اقول لك على حاجه سهله جدا تقدري تعملي بيها البطيخه دي. قطع البطيخ طبعا كله بالشكل دوت، ونجيب شفشق الخلاط، بس يفضل انت تقطعيه قطع صغيره كمان قوي عن اللي انا مقطعاها ديت، عشان يبقى سهل معاكي وهو بيتضرب في الخلاط. وهتضيفي له نص كوبايه ميه، وهنبدا نعمل طريقه حلوه جدا هتعجبك قوي قوي في البطيخ دوت. ضربت كله في الخلاط اهوت بالشكل دوت، وهبدأ بقى اصفيه. المصفى ديت كانت معايا ضيقة جدا، هجيب بقى مصفى واسعة واقوم حاطة كل اللي في الشبشب. دي طبعا مش البطيخة كلها، كانت حوالي يعني بطيخة الا يعني الا ربع يعني اللي انا قطعتها وعملتها بالشكل دوت. هجيب بقى كله كده بالشكل دوت واصفي بقى ايه البطيخ اللي معايا كله. هو نص كوباية مية تحطيها في الخلاط وقطعيه مكعبات صغيرة قوي قوي عشان يضرب معاكي بمنتهى السهولة. هنصفيه كويس قوي كده، كده البطيخ بقى جاهز معايا. هنبدأ بقى نعمل ايه، هنعمل طبعا هنضيف على طول المكونات اللي احنا حطيناها ديت. هجيب بقى المضرب وهجيب على طول 6 معالق كبار لبن نيدو، وهنحط كمان كوبايتين كريم شانتيه خام، وكوباية الا ربع سكر. يبقى تاني هقول تاني، 6 معالق كبار لبن نيدو اللي هو اللبن البودر، وضفت كمان كوباية الا ربع سكر، وضفنا كوبايتين كريم شانتيه خام. الاول مهم اول الحاجات يعني البطيخ اللي احنا عصرناه حطيناه شويه في الفريزر حوالي 3 ساعات، ورجعنا ضفنا عليه السكر وطبعا الكريم شانتيه الخام واللبن النيدو، وبدات وهو مسلك كده ضربته بالشكل دوت بالمضرب حوالي 6 دقايق 7 دقايق. وطبعا شايفين اللون معايا عامل ازاي، لان البطيخه مش حمرا يعني الحمار اللي هو. فانا هضيف بس لون طعام صحي، لون احمر، عشان بس اغير اللون شويه بالشكل دوت. هضربهم بقى كويس قوي، ولو محتاج كمان سنه لون هدي كمان سنه لون. دي الوان جل صحيه يعني، مصرح بيها طبعا، تقدري تستعمليها في الاكل عادي جدا، ما فيهاش اي ضرر خالص. هبدا بقى اضربها بالمضرب السلك كويس قوي. يبقى بعد ما صفينا البطيخ بنشيل طبعا بالعلبه بتاعته كده في الفريزر حوالي 3 ساعات. هنطلعه هنضيف، بقول لكم دقت السكر بتاعه مظبوط، انت ممكن تزودي سكر تقللي سكر حسب الرغبه، لكن السكر دوت كان مظبوط جدا جدا. فانت في الوقت دوت بعد ما تضربيها بتدوقي طبعا بالمعلقه وتشوفي اخبار السكر ايه، لو محتاج سكر بتضيفي سكر وتقلبي تاني بالمضرب الكهرباء. جبت بقى علب زي ديت كده وهبدا احط على طول فيها البطيخ اللي احنا عملناه دوت. دي كده طريقه ايس كريم بطيخ، بس حلوه قوي وسهله جدا وبسيطه كمان، عشان خاطر نحل المشكله بتاعه البطيخ. ولا هي لما تكون قرعه او مسخه هتعملي الطريقه ديت، لان مش هينفع تروحي تتخانقي مع الراجل، ومش هينفع في نفس الوقت ترميها في الزباله لانها غاليه. انا بقول لكم انا جايباها ب 35 جنيه يعني حرام. إيه، وخلاص وحطيتها اهي بالشكل ده في العلب، وهبدا اشيلها بقى على طول في الفريزر. فلو اي حد طبعا حصل له الموقف دوت يتصرف على طول. يعني انا بصراحه حماتي اليوم دوت يعني بهدلتني، اه والله زي ما بقول لكم كده عشان خاطر البطيخه دي.
وهتقولي يعني دي ما تجيش وانت صايمه وتروحي تشتري بطيخ، ما تشتريش بطيخ تاني وانت صايمه عشان تدوقيه، لازم تدوقوا البطيخه يا جماعه، عشان لو فعلا مسخه سيبيها له تاني ما تاخدهاش. كانت مسخه جدا زي الخيوط، بس الحمد لله وظبطناها وطلع معانا ايس كريم حلو جدا تحفه وطعمه جميل قوي. جربوه بالطريقه ديت يعني هتعجبكم قوي قوي. بصوا بوريكم العلب كلها اهيت، ايس كريم بطيخ عالمي. واي نوع على فكره ايس كريم ممكن تعملوه بالطريقه ديت بيبقى يعني حلو جدا. بصوا بقى الجمال، يعني يا دوبك سبته حوالي 3 ساعات او 4 كمان وخلاص على كده. طلع معانا ايس كريم، المكون بتاعه الملمس بتاعه ناعم وكريمي عشان الكريم شانتيه اللي احنا حاطينه واللبن البودر، وطلع معانا حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم بس يموت المعلم وهو بيتعلم الدنيا دي، يا اما طول ما احنا عايشين فيها هنتعلم طبعا حاجات كتير قوي مهما كنا ناصحين وشاطرين وكل حاجه، بس برضو لازم يبقى في حاجه كده الواحد بيضحك عليه بصراحه يعني. اشوفكم بقى في فيديو جديد وسلام عليكم. يا سيدي يا سيدي.